روح انا كنت هقول اللي في بالك. معلش تحت. يا رب. الفكرة يا اخواننا، اي حد زار مصر من قبل وعاش فيها الحياة الليلية اكيد بيعرف طعم الليل يا شيخ، مش زي النهار. النهار الحياة حلوة، اصوات الناس، الابتسامة، الناس الصباحية، لكن بالليل عالم ثاني يا شيخ. ما بتحس بانه الصباح اصبح. يعني انت ممكن تستعد تساهر للساعة 1، ممكن تكون صاحي وما بتشعر بانه الزمن مشى، يعني تحس لسه بدري شديد. اخواننا اليمنيين ما شاء الله عليهم. سبحان الله يا اخواننا، في بعض الشعوب الواحد من شيف من لبسه، اللبس التراثي اللابسه بتعرفه، يعني ده من البلدة الفلانية يعني. فبرضو اللبس التراثي برضو له أثر. من أكبر مجمع هنا، سوق مجمع. هنا لو ما عمل حسابك يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. والله اليوم برد يا شيخ، برد. بس إن شاء الله في هاي الجولة معلم هاخدكم جولة ترفيهية كده، تترفهوا بس، تشوفوا أماكن وشوارع وطرق، وتخيل نفسك أنت مستمتع معانا في هاي الرحلة يا شيخ. بس على لايك شير. هاي جولة فريدة يا شيخ، هاي جولة فريدة في نوعها، إن شاء الله هتستمتعوا. شايفين العلامة بتاعت الايس كريم اللي قدامنا دي مشهورة في أي حتة، بس ما حصل وقتها مرة يعني. بس نفسي يجي يوم أجربها أتذوقها. لسه الجولة مستمرة يا شيخ. ابقى لايك والشير عشان تحمسنا لنستمر اكتر. ده معلم ما شاء الله، واحد هنا بيصنع السمك من مسافة بعيدة تجيك نكهة السمك، تشم نكهتها يا شيخ. بسم الله. شايفين السمك
بس ممكن هسه لو وجهت الكاميرا على على السمك ممكن يقول لك بتصور ايه، يعني من باب المعرفة يعني. شايفين برضو هنا اسماك ومطاعم. لا 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 لا، اللي معايا مكان خرافي يا شيخ، والله الأجواء براها بتبكرك يا شيخ. كمان قال لك شكله الأشهر واحد فيهم. شكرا زي لو قدم العروض بيسأل يقول لك جربتش؟ ما جربت لكن فيش طريقة الواحد يجرب. ده انا اعتقد عاملين لنا زي بتاع الكريسماس والحياة دي. الفكرة بغني كمان عنده صوت. عارف تيرن بعد. على فكرة يا اخوان، في واحد سألني في التعليقات هو مستغرب من اسم موسى، قال لي يعني انت اسمك موسى كيف وليش وكيف تسميت موسى؟ محتار انا يا شيخ، شخص محتار في اسم شخص. انا موسى يا اخوانا، ابنكم واخوكم، في شخص محتار فيني يعني. مدنية لا ما فيش سياسة يا خالد. بيعمل اللحوم النوعية دي أول شيء يعني ولا إيه ده؟ الصور ده يعني الصور ده مالوش صحاب يعني؟ لا لا لا. صور في الفرق غير عيد ولا باخد بالك من التليفون. ده كمان أشهر بتاع كبدة هنا. طيب اخواننا، في شخص سألني قال لي انا كصانع محتوى او كأي صانع محتوى كيف تواجه التحديات وكيف تتجنب عقوبات. على فكرة ترى اخواننا اي صانع محتوى بتواجهه تحديات، لكن انا في رأيي دائما اسحر الجانب الايجابي وما تسحر الجانب السلبي. مهما حصل لك، مهما شفت، مهما واجهتك يعني عوائق،
أسحر الإيجابية. فالمشاهد أسحر للشيء المشاهد الشيء الإيجابي، ما تسحر للشيء السلبي. دي أبسط حاجة ممكن أنت تقدر تقاوم بها لغاية ما ربي يفرج عليك. احلى عيش بقى بالله عليك. طب ما له كده كراسي. خش الو 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 الو. عزيزي المشاهد وعزيز المشاهدة، لا تنسانا في اللايك والشيرات، وإن شاء الله بإذن الله حتنبسط يا معلم. وإن شاء الله كمان اكتب لنا رأيك في التعليقات. عندك أي فكرة يا شباب اكتبوا لنا أفكاركم، يعني عاوزين أفكار أماكن محددة نسمع لكم معنا جولة خرافية يا شيخ، خرافية وعجيبة، عجيبة وجميلة. فكرة أشهر حاجة تقريبا في مصر هي المطاعم الليلية. مطاعم الليل تقريبا بيكون من أكثر الأشياء بتكون ذكاء. مطاعم يا شيخ اشتغل معاك انت وعبده ومامس بيشوفوا ايه؟ مستر خوفو.